تعالوا نشوف كده مع بعض. نصيحة مني، لو عايزة تعملي رز بلبن مظبوط كريمي بوش مكشر زي دوت زي بتاع المحلات بالظبط، هوريك الطريقة بكل تفاصيلها واقول لك اسرار الرز بلبن النهارده، او تعمليه زي القمر زي اللي احنا عاملينه ده. عايزة تعرفي الكلام ده كله ازاي؟ هوريكي. تعالوا. لأول مرة هتشوفوا طريقة وأسرار الرز بلبن بتاع المحلات. زي ما انتم شايفين كده قشطة شاربة قشطة ما شاء الله. هبتدي يا جماعة أحط حلة على النار، وبعد كده أحط 3-4 فصوص من المستكة، وبعد كده هغسل الرز المصري كويس جدا وهنزل بالرز فوق المستكة. ايه الطريقة الجديدة ديت؟ ركزي معايا واعمليها وهتدعي لي. أنا عايز هنا حباية الرز تفتح عينيها على طعم المستكة. احط شويه ميه سخنه على النار مع الرز، وبعد كده اسيبهم شويه على نار متوسطه. هنا حبايه الرز هتبتدي اول ما تبتدي تنفش او تفتح عينيها هتشرب من طعم المستكه. تاني خطوه على طول هنزل بعد كده بالسكر. يبقى انا حطيت الرز قلبته مع المستكه بعد ما سخنت معايا كويس، بعد كده هنزل بالسكر. يبقى كمان كل الرز هيشرب من طعم السكر وهيبتدي يدوب معايا، هيبقى طعمه كله الفليفر بتاع المستكه ورز مسكر. هنزل بحليب فريش، سيبك من حليب المعلبات دوت، لازم يكون حليب طازه، وبعد كده هنزل بيه. وطبعا النار تكون متوسطه مع التقليب المستمر. 3-4 معالق من الكريم شانتيه هبتدي اضربهم، وبعد كده هنزل فوق الحليب على طول زي ما احنا شايفين. عندنا قشطه بلدي، يا سلام، يبقى كتر خيرك. نقلب كده تقليبه محترمه زي ما احنا شايفين. بص الموضوع، انا عايز اوريك القشطه الوش ما شاء الله كريمي. بص الموضوع عامل ازاي، اللهم صل على النبي. لسه لما يسقع في التلاجة حاجه كده من ورا العقل. جربي الطريقه ديت بجد هتدعي لي، بدون نشا بدون اي خطوات تانية. نبتدي بقى نغرف في الكاسات بتاعتنا. لو عندنا طواجن فخار يا سلام، نعمل الرز بلبن اللي هو في الفرن بنفس الموضوع بدون اي اضافات تانية. نغرف كده الكميه اللي عندنا كلها، وبعد كده نضيفه في التلاجة على الاقل مثلا 5-6 ساعات او تاني يوم. يا سلام. بص بقى الموضوع ما شاء الله. بص الوش المكشر ده، رز بلبن من غير الوش دوت ما يبقاش رز بلبن. انا بجيب لك الخلاصه. يعني عندنا بقى اي مكسرات، فستق حلبي، عين جمل، جوز هند، زبيب، سوداني، اللي موجود عندك واللي متوفر دلعي اولادك وبالولاد. وعايز اقول لك حاجه حلوه جدا في الصيف، تاكلي صوابعك وراه. تعالوا كده ندوق نشوف ايه الاخبار. بنفس الطريقه كده نعمله في الفرن بنفس الشكل والوش المحروق ده. تعالوا ندوق. بص الاسترتش بتاعه، سلام. جبنه موتزاريلا. كل المكونات فين؟ في درج التلاجة. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله لو حتى اول مره تخشوا المطبخ تعملوا رز بلبن هيطلع معاكم ناجح 100%. ما تنسوناش في اللايك والشير والكومنتات. سلام عليكم.